تعرف مين اللي اخترع الشيبسي؟ المانجو. هيحكي لك. كان يا مكان يا مانجوز يا كرام، في سنة 1853 كان في شيف أمريكي طيب من أصل أفريقي اسمه جورج كروم، شغال في مطعم فخم في كاليفورنيا اسمه مونز ليك هاوس، حاجة كده من بتوع ايجيبت دلوقتي، الناس اللي بتتكلم بصوت واطي وبتطلب الأكل ميديم رير. في يوم من الأيام دخل عليه واحد من الزباين: روح يا ولد اعمل لي شويه بطاطس مقليه. جورج دخل على المطبخ وعمل البطاطس زي ما هم متعودين يعملوها، تخينه ومقليه في الزيت. الزبون دقها وشه قلب: انت يا ابني خد رجع البطاطس دي، ولو جات لي تخينه تاني هرجعها. عمنا جورج خد الطبق ودخل عمل له واحد غيره ورفعها شويه على امل انها تعجب المهرجه، بس بيقول لك الزبون ده كان تقيل قوي. نزل الطبق والمهرجه راسه الف بلغه مش هياكل. اعمل غيره. في المره الثالثه جورج صعبت عليه نفسه، قال له الشنب ده يبقى على سوسن لو عرفت تشوف البطاطسيه من رفعها. فعلا راح قطع البطاطس رفيعه جدا وقلاها في الزيت وردمها ملح على اعتقاد منه انها مش هتعجبه، ولكنها المفاجاه. ايه الحلاوه دي؟ انت عملتها ازاي؟ الراجل ده لازم يتكرم. وفي المره دي نده لجورج، طبعا هو جاي له وعارف ان هو رايح عشان يترفد. بيتفاجئ ان الراجل عمال يشكره جدا ويقول له دي احلى بطاطس كلتها في حياتي. هلا يا بنتي. وفي اللحظه دي اتولدت اول بطاطس شيبسي في التاريخ. يعني اختراع الشيبسي تم عن طريق واحد بيغيظ واحد. حصل.